من الواضح كده ان ازمة نادي الزمالك مطولة معانا، هنعيش معاها وتعيش معانا. ازمات وتحقيقات وشكاوى ونيابة وتصريحات الوزير اشرف صبحي بتثير التساؤلات. خليك معايا وهنعرف اهم اخبار نادي الزمالك. نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي الحكاية من عند تصريحات الوزير اشرف صبحي. الوزير اشرف صبحي طلع بنفسه وبيقول لك احنا بنتابع ازمة نادي الزمالك، بس المشكلة ان في جزء في ازمة نادي الزمالك اتحول للنيابة، ولازم ننتظر قرار النيابة عشان نشوف هنعمل ايه مع نادي الزمالك. بس احنا مش هنسيب نادي الزمالك، وعلى الجمهور الصبر على الازمة. يعني تصريحات غريبة بصراحة من الوزير اشرف صبحي. بيقول لك في جزء من الموضوع راح للنيابة. طب ما طالما راح النيابة خلي الوضع على ما هو عليه، وخلي النيابة تحقق، ولما النيابة تخلص نبقى نشوف الدنيا هتروح فين. ده بالإضافة لحاجة مهمة جدا، يعني من المفروض إن نادي الأهلي، نادي الزمالك، الأندية الشعبية زي الإسماعيلي والاتحاد والمحلة دي أندية الدولة. يعني المفروض إن الدولة هي اللي بتدعمها بالأراضي والحاجات دي، والمفروض إن في أجهزة رقابية على الأندية دي، عكس أندية الشركات والأندية الخاصة. يعني دي أندية ملك أشخاص، إنما نادي الأهلي، نادي الزمالك والأندية الجماهيرية دي ملك الدولة. المفروض إن الدولة بتدعمها بغض النظر عن أي حاجة. في مخالفات بنحاسب اللي مسؤول عن المخالفات، إنما ما احجزش على أرض أو أسحب أرض أو أوقف نشاط أو الكلام ده كله. أنت بتحارب نفسك ولا بتحارب مين؟ حاجات غريبة بنسمعها. وامبارح وزير الإسكان بيقول لك يعني احنا قلنا لنادي الزمالك لو عايزين تاخدوا حتة أرض تاني غير دي احنا تحت أمركم ومفيش أي مشاكل. طب ما طالما عندك المبدأ إن أنت تدي أرض، ما تدينا الأرض بتاعتنا اللي احنا ابتدينا فيها شغل وبعنا فيها عضويات بالفعل وأعلنا عنها. ليه تدينا أرض تانية ونبتدي من الأول وجديد؟ ويا ترى الارض اللي انت سحبتها هتديها لمين وهي بقت جاهزه؟ حاجات كتير غلط عايزين نفهمها ومحدش بيفهمنا الكلام ده. عشان كده قلنا انقذ الزمالك يا ريس. النقطة التانية في اخبار نادي الزمالك، اتحاد الكورة ولجنة شؤون اللاعبين. لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكورة بتعلن ان الثلاثاء المقبل هيكون يعني الفصل في أزمة زيزو والزمالك. زيزو مقدم شكوى ضد نادي الزمالك وبيطالب ب 82 مليون جنيه فلوس متأخرة على نادي الزمالك، ونادي الزمالك مقدم شكوى ضد زيزو ان هو هرب من النادي ووقع للأهلي في الفترة اللي ما ينفعش ان هو يوقع فيها للنادي الأهلي. لجنة شؤون اللاعبين استمعت لنادي الزمالك واستمعت لزيزو، والمفروض ان يوم الثلاث الجاي هتفصل في الموضوع. الغريب في الامر ان في اخبار اتسربت من لجنه شؤون اللاعبين واتحاد الكوره ان اتحاد الكوره هيعلن ان زيزو ليه فلوس عند نادي الزمالك، والزمالك مطالب ان هو يدفع الفلوس دي ويتخصم منها العقوبات والغرامات اللي نادي الزمالك كان مطبقها على زيزو. اما شكوى نادي الزمالك فبيقول لك هيتم الإعلان بحفظ الشكوى أو برفض الشكوى لعدم وجود دليل. ده مش كلامي ولا كلام أكيد، ده كلام اتسرب من بعض الإعلاميين زي كريم حسن شحاتة وغيره، هم اللي سربوا الكلام ده. يا ترى لحد إمتى هنفضل بنتحارب؟ نادي الزمالك يعني بيتحارب من أكتر من جهة. ليه والمصلحة مين؟ ده اللي عايزين نفهمه. ليه بنستنى وبنطول وبنماطل في أزمة نادي الزمالك مع إن مفيش رفاهية للوقت؟ الله أعلم لمصلحة مين اللي بيحصل، محدش عارف. يا ريت اللي يعرف ده لمصلحة مين يقول لنا. بس اللي حابب أقول لكم عليه إن نادي الزمالك بجمهوره مش بإدارته ولا بلعبته. نادي الزمالك بيمرض ولا يموت. ليه؟ لأن في جمهور هو اللي بيدعم وبيساند نادي الزمالك. جمهور كل اللي يهمه كيان اسمه الزمالك،
مش مجلس إدارة لبيب ولا غير لبيب ولا زيزو ولا إمام ولا أي لاعب جه الزمالك، لأن الزمالك هو اللي بيصنع النجوم. جمهور نادي الزمالك هو اللي باقي. نادي الزمالك ده مجرد حيطان، بس الفكرة في الجمهور. الجمهور هو اللي باقي وهو اللي مستمر وهو اللي بيدافع لآخر نفس عن نادي الزمالك.